I've been asked to read this manifesto in its entirety. There has never been peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. يعني ايه بقى الكلام ده؟ عمره ما هيبقى فيه حاجة حلوة غير مع تعب كتير، وكل ما التعب زاد كل ما كانت الحاجة الحلوة أعلى وأكبر. يمكن الكلام ده ينطبق جدا على السفر. كل ما تعبت في سفرك أو كل ما تعبت في حياتك هي حاجة هتخليك أقوى وأقوى. فاطمن، انت ماشي صح. ما تفتكرش ايه ده الطريق صعب فتبقى متضايق. بالعكس، ده حاجة تخليك مبسوط. معنى ان انت بتعمل حاجة صعبة معنى كده انك هتبقى اقوى. زي اللي بيتمرن، كل ما صعوبة التمرين زادت كل ما العضلات كانت اقوى واكبر. زي اللي بيذاكر او بيتعلم حاجة، كل ما تعب في المذاكرة وقضى وقت اكتر كل ما تعليمه او علمه او خبرته اقوى واعلى. بس احنا للأسف دماغنا او العالم المحيط بينا في الوقت الحالي بقى كله بيسبورت او بيبوش الناس انها تحاول تدور على اسهل طريقة. دماغك دايما بتحاول تدور على اسهل طريقة تعمل بيها اي حاجة في الدنيا. يعني المذاكرة المفروض هي وقت انت بتقضيه. يعني سي مثلا في حاجة انت محتاج تتعلمها، هي محتاجة وقت. ما ينفعش تدخل لتشات جي بي تي او اي كاي او كاي اي اي وتساله ازاي اخلص الموضوع ده بسرعه او ازاي اذاكر الموضوع ده بسرعه. هو محتاج انك تقعد تذاكر، هو مش هيعمل لك حاجه. انت محتاج تقعد تذاكر، محتاج تبذل مجهود. مفيش شورت كاتس، انت محتاج تقعد تقضي الوقت بس. لكن فكره محاولتك انك تلاقي الطريق السهل ده تضييع وقت، ده مجرد تضييع وقت. يمكن الموضوع ده برضو مهم في السفر، لان في السفر لازم يكون عندك فاليو كبيره، حاجه ليها قيمه كبيره بتسعى لها، والا سفرك ده ملوش معنى. عمرك ما هتستحمل الحاجات الصعبه اللي انت هتمر بيها لو انت ما عندكش فاليو كبيره بتسعى لها. الفاليو الكبيره اللي انت بتسعى لها دي مش شرط تبقى حاجه بيزنس مثلا، حاجه واو، لا. ممكن تبقى مراتك، ممكن عيالك، ممكن اهلك، حاجات كتير جدا، ممكن بلدك، حاجات كتير جدا. انه انا مثلا عايز اشوف بلدي احسن، فانا بسعى اني والله احنا نطلع بره مصر، عايزين نحسن صورة الدكاترة المصريين. انا نفسي مثلا حاجة في قلبي كده ان اخلي اكبر عدد من دكاترة الاسنان يسافر بره مصر مثلا، يشوف الدنيا، نروح ناس تروح وناس ترجع وناس تروح وناس ترجع، وتفضل السايكل، تفضل اللوب ماشية كده. حتى الدكاترة، يعني الدكاترة البشري، مش عايز نبقى مربوطين بفكرة انه لا والغربة وحشة واهلك واسافر واسيبك لمين. مفيش الكلام ده. ده وهم احنا حطيناه في دماغنا عشان نفضل حابسين نفسنا جوه الكومفورت زون بتاعتنا. لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة انك لازم تطلع وتتحرك وتشوف وتجرب. والله قعدت فترة هناك وبعد كده رجعت مصر وعشت فترة في مصر، بعد كده طلعت دولة تانية وعشت فيها فترة، وهكذا. هي حياة، هي دنيا، لازم نعيشها كده، لازم نبقى بنفكر فيها كده. وكل ما زادت صعوبة الحاجة اللي انت بتتعلمها او الحاجة اللي انت بتعملها كل ما انت بقيت اقوى. يعني ما تفكرش انه لا ده انا حياتي صعبة دي حاجة وحشة. بالعكس، دي حاجات تحفة جدا، يعني هتخليك اشطر، اقوى، هستحمل ظروف اصعب واصعب. قراراتك واختياراتك هتبقى اسرع واحسن. كل ما تمر بظروف صعبة كل ما هتبقى اقوى في تفكيرك، في قراراتك في الحياة. ويمكن ده ممكن تشوفه ينعكس مع حد من صحابك. لو انت ليك حد من صحابك ابتدى يشتغل من وهو صغير، عاش طفولة او عاش حياة وهو صغير صعبة شوية، خليته يبقى مسؤول قوي اكتر، قراراته اصح اكتر لانه مر بتجارب اصعب، شايف الدنيا بشكل احسن. اوكي، طيب انا رايح فين دلوقتي؟ احنا المفروض ننزل نروح نقابل بركات، نقعد نذاكر معاه شويه، نبص على عنده امتحان هو كمان 4 شهور تقريبا او 5 شهور، فنقول له الدنيا بتمشي ازاي. مش واخد باله اصلا، ما بيفهمش عربي هو دلوقتي. بيدور على ايه طيب؟ دي ولا ايه؟ دي ايه؟ دي سجاده مفرش السفره. الفاتح هيتوسخ بسرعه. خلصانه على طول. انت جاي لنا القسم ده ليه؟ هنا الخل اهو. شفت بقى؟ فكرة الكاستر الجميلة دي محظوظ. يا الله، خدنا واحدة منها بس عايزين نشوف
كده اهو.